اعزائي مساء الفل. عارفين اعزائي، لو كنت لقيت حد اتكلم على على المنتخب الاولمبي والماتش امبارح او البطوله في العموم، والله ما كنت اتكلمت. بس قررت بقى، بما ان كل الناس عماله بتهري في الستة واحد بتاعت الزمالك والمقاولين، حاجه كده تفقع المعده. يعني دور ال 16 كاس مصر، بطوله ما تتلعبش للمدارس بغض النظر عن الموضوع ده. يعني انا كده كده شفت الماتش، عشان هو شفت اوفرلاب مع ماتش المنتخب لحد ما ماتش المغرب بالليل بدا ومالي، وشفت ماتش المغرب ومالي. فانا مش عارف انتوا بتتفرجوا على ايه وبتتفرجوش على ايه. حاجه تقرف. يعني انا كنت داخل اشتم في اداء المنتخب واداء كل المنتخبات اللي بتلعب في البطوله بتاعت افريقيا الشباب دي، الاولمبي دي، لحد ما لقيتوا زيتين على ماتش الزمالك. فقلت لا، ده احنا محتاج لنا هنا وقفه، ده انتوا المفروض تتربوا. يلا بقى. امبارح كان ماتش بيلعب منتخب مصر، كان بيلعب ضد غينيا في قبل النهائي. لو في هوا شويه معلش استحملوا، مش عارف اعمل ايه. يعني هقعد في الهوا، الصوت يبقى حلو ان شاء الله، السماعات الجميله. امبارح كان ماتش منتخب مصر وغينيا الشباب في قبل نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المؤهلة للأولمبيات اللي جاية، اللي بيصعد منها أول وتاني وتالت بشكل مباشر الأولمبيات، والرابع بيروح يلعب ملحق مع رابع آسيا، عشان عندنا 3 مقاعد ونص وهم عندهم 3 مقاعد ونص. فالمنتخب امبارح كان عنده، شفت بقى الاحتمالات اللي كانت عنده، كان عنده انه يكسب ويوصل على طول، انه يخسر ويلعب على ثالث ورابع، انه ياخد ثالث ويوصل على طول، انه ياخد رابع ويروح يلعب مع اسيا، اللي تلاقي العراق، اليمن، حاجات بقى كده انزل الله بهم، اوزبكستان، ما يعلم بها الا ربنا. فكده كده ان شاء الله باذن الله الاربعه بتوع افريقيا يوصلوا، عشان لازم الاربعه بتوع افريقيا، بما ان منتخب مصر وصل للنهائي يبقى لازم الاربعه بتوع افريقيا يوصلوا. السلام عليكم مبدئيا يعني. فمنتخب مصر امبارح كسب بجون محمد شحاته من بره المنطقه، كسب منتخب غينيا ووصل للنهائي، وكنا على انتظار موعد ما بين مالي والمغرب عشان نشوف مين اللي هيوصل ما بينهم. منتخب مصر اللي فيه تقريبا يعني 9 من ال 11 بيلعبوا اساسي في الدوري الممتاز. حمزه علاء ما بيلعبش اساسي فوق، فبيلعب اساسي تحت، فمش مشكله. محمد عبد الواد ده اللي هو متيب، مش فاكر اسمه، محمد عبد ايه، عبد عاطي، لا مش عبد عاطي، محمد مش فاكر، هفتكره دلوقتي. حسام عبد المجيد، محمد مين اصلا، حسام عبد المجيد وحاتم سكر ومحمد اشرف، الثلاثه بتوع الزمالك اللي بيلعب. حسام عبد المجيد بقى له موسمين تقريبا، وحاتم سكر ومحمد اشرف بقوا يلعبوا السنه دي، بقى ياخدوا ماتشات. واحمد علي اللي هو معار من الزمالك اللي بره، وده حاجه غريبه جدا، احمد علي اللي يعار وحاتم سكر ومحمد اشرف يقعد، حاجه غريبه جدا يعني، بس مش مشكله. والولا احمد علي في نص الملعب، احمد حسن كوكا ما بيلعبش في الاهلي، محمد شحاته وما بيلعب في الجيش، اسف، والولا اسمه ايه بتاع بيراميدز، ولا فاركو مش فاكر كويس، محمود صابر بيراميدز. قدامهم في حسين فيصل التاني بقى، في حاجه فيصل بس مش حسين، مش فاكر اسمه ايه، هفتكر، ماشي اشرف، في اشرف، لا مش فاكر، هفتكره دلوقتي يعني. وابراهيم عادل نجم النجوم الصاعد الواعد، لنا كلام كتير على ابراهيم عادل، اقسم بالله مش عارف انا قلت الموضوع ده قبل كده ولا لا، بس هو صعبان عليا. يعني خايف قصه فشل تذكر في التاريخ لابراهيم عادل، فهنتكلم في الموضوع ده حالا معلش، وهنجيب سيره ابراهيم عادل ونقطع فوق امه. انا اسف يعني، نتكلم عليه شويه. وقطه بتاع المقاولين، وهنتكلم عن موضوع المقاولين ده بالمره. فالمنتخب كسب، المنتخب لعب في دور المجموعات، لعب كان بيلعب غينيا، لعب مش عارف ايه اول ماتش، مش عارف زامبيا باين ولا ايه، وتعادل 0-0، وبعد كده لاعب مالي وكسب 1-0. ده كان ماتش من اغرب الماتشات اللي شفتها في حياتي، وتاكد غرابتي للماتش امبارح، ماتش مالي والمغرب. ان ازاي منتخب مصر يكسب مالي، انا ده حاجه كانت غير متوقعه، يعني حاجه كانت غريبه جدا جدا جدا. بالجول اللي في اول 10 دقايق طبعا اتمسح بكرامتنا الارض بقيه الماتش، بس في الاخر كسبنا. وبعدين كسبنا في الماتش الاخير الجابون 2-0 بعد ما اتطرد منهم لاعب في الدقيقه 30 تقريبا، وباداء غريب جدا الشوط الاول، وبدا حلو جدا الشوط الثاني. وبعدين بنلعب زامبيا بقى على ايه في قبل النهائي، وكسبناه 1-0 بجول محمد شحاته. الكلام على المنتخب كتير المفروض يعني، احنا عندنا بس مشكله كبيره لازم نتكلم عليها. ده مستوى لعبتنا يا جماعه، وحياه ربنا ده مستوى لعبتنا، احنا مبسوطين وطايرين من السعاده بابراهيم عادل، وطايرين ومبسوطين من السعاده. وكابتن عبد الرزاق عمال بيشكر ان في 4 من المقاولين العرب في المنتخب الاولمبي. ده المستوى يعني. فخلينا نتكلم كده على ان احنا في القاع، احنا ده مستوى كلامنا، ان دي مستوى لعيبتنا، ان العيال بيلعبوا ممتاز بقالهم 3 سنين ومش عارفين يلعبوا، شويه عيال بيلعبوا مش ممتاز بقالهم، بس في فرنسا ما بيلعبوش اصلا. يعني فيهم 2 3، يعني الواد بتاع مالي ولا بتاع زامبيا باين، هداف اولمبياكوس، هداف الدوري اليوناني، المنتخب الاولمبي.
احنا فرحانين بابراهيم عادل. ابراهيم عادل بقى اللي كان من ساعه ما بدا وعنده 16 سنه، من ساعه ما بيراميدز اشتروه، كان بوتنشال جدا وعنده قدرات رهيبه وامل عظيم للتطور وحاجه كده اخر فلالي. وبعدين دخل في حسبه كابتن محمود الخطيب، والاهلي قرر يشتريه، فممدوح عيد ورجاله بيراميدز مسكوا فيه، وده من اساس النادي وده مش هنبيعه خالص، وعايزين 5 مليون دولار وارقام كده ما انزل الله بها من سلطان. فابراهيم عادل فضل قاعد في بيراميدز. ابراهيم عادل كان يميزه وعنده 16 سنه العشوائيه. ليه؟ عيل عنده 16 سنه بس حريف فشخ، عمال بيتنطط اجويرو كده، عمال بيتنطط في كل حته وبيلعب في كل مكان، بيتشقلب يعني. بعد ما يبقى عندك 19 20 21 سنه بتبقى نفس الميزه اللي كانت عندك من 5 سنين. هي عيب يا برنس، هي انت كنت عشوائي ودي كانت ميزه، دلوقتي انت لو عشوائي فده عيب. خلاص ما بقاش ينفع تلعب عشوائي. المفروض ان انت ملتزم بخطه وملتزم باداء. المفروض ان انت مش ميسي. ميسي لحد ما عنده 30 سنه كان ملتزم بخطه واداء، ما تقرفوناش، ده انتوا عيال ما يعلم بكم الا ربنا. ظل ابراهيم عادل في بيراميدز بعد ما كان زمان بيلعب في الاهلي دلوقتي ومكسر الدنيا، او احترف بره بغض النظر عشان ما اقفش في موضوع الاهلي ده خالص، انا كان نفسي يحترف زي الفل يعني. ففضل قاعد في بيراميدز من دلوقتي، من ساعتها لحد ما بقى عنده 24 سنه دلوقتي. هو ستيل لعيب عشوائي، هو احسن لاعب عشوائي في الفرقه، هو احسن لاعب بيتحرك بمزاجه في الفرقه، هو احسن لاعب لما بيجي تحت الكوره بيتصرف التصرف اللي على كيفه في الفرقه. وكل الحاجات دي بتنجح يعني، تحركه العشوائي بينجح، شوطه العشوائيه بتنجح، بساطه العشوائيه بتنجح، ترساته العشوائيه بتنجح. ما تقدرش تقول عليه لعب وحش، فياخد احسن لاعب في الماتش واحسن لاعب في الدور المجموعات واحسن لاعب في العالم. انا بتفرج على مثلا لعيبه مالي، مش هقول لك على بتوع المغرب اللي فيهم واحد بيلعب في برشلونه وواحد بيلعب في اندهوفن، انتم حصل واحنا فرحانين بقطه حاجه تمرض. المهم لعيبه مالي يا معلم، انت عندك 11 لاعب، تخيل انت بتلعب ضد فرقه 11 لاعب فيهم على الاقل 8 9 ديانج. انت متخيل؟ اليو ديانج بتاع الاهلي في 8 9 كده، اليو ديانج. وينجات بيلعبوا اليو ديانج بس وينج، هافد فندرات بس اليو ديانج. بقى مدافعين اليو ديانج بس مدافع. بس بيلعبوا ضد فرقه تقيله، المغرب ومالي تقال قوي. انا متخيل مثلا المنتخب بتاعنا كان ممكن ينهج وهو بيتفرج على ماتش المغرب ومالي، اقسم بالله امبارح يعني ايه انا ازرق، احنا كسبنا دول وهنروح نلاعب دول. مع ان يا رب نكسب، يا رب نكسب المغرب في النهائي، اتمنى. ماتش المغرب ومالي امبارح خلص 2-2 في الوقت البدل الاضافي، الوقت اللي هو الشوطين الاضافيين، عشان خلص 1-1 في ال 90 دقيقه بعد ما المغرب جاب الجون في الدقيقه 16 17 حاجه كده. وجون حلو فشخ بينافسوا الجون اللي جابته مالي في الدقيقه تقريبا 67 ولا 68. خلص الشوطين بالتعادل الايجابي، لعبوا وقتين اضافيين، المغرب جابت جون، مالي راحت اتعادلت. ماتش كوره، ماتش كوره وحياه ربنا، ماتش كبار اصلا مش ماتش شباب. هو برضه في شويه عشوائيه، بس عشوائيه باحتراف، عشوائيه بمعلمه. ان الولد اللي بيلعب الزنزوني ده ولا الزلزولي اللي بيلعب في برشلونه رقم 16 كابتن المغرب، كلح كلاحه يا جدعان، يا نهار ازرق، ده هيرجع يعني، يا رب ينجح ويكسر الدنيا يبقى ميسي يعني. لعيب قوي لعيب قوي ما شاء الله عليه، بس هو في كلاحه غير طبيعيه غير مبرره. وكل فاولات انا اللي العبها، وكل الشوط انا اللي هشوطها، وكل ثرو باص، وكل مسكه الكوره برضه بينجح سبحان الله زي ابراهيم عادل كده بالظبط. بس هو بقى بيلعب في برشلونه مش في بيراميدز. فاحنا رايحين نلعب المغرب اللي هي فرقه تقيله. المغرب بلد جميله بقى جدا بقى، والاجواء الاستاد والملعب فكرتني بالاجواء بتاعتنا بتاعت 19 بتاع العيال اللي مسكوا لبسوا ماسكات دول، طاهر محمد طاهر، سطلانه وكابتن رمضان صبحي. فاكرين المنتخب ده اللي كسبنا البطوله هنا بكابتن شوقي غريب. وفكر، والملعب بقى مليان ستات وبنات واطفال وشباب وعيال شايله اولادها وابهات شايله مش عارف ايه، فوزي لجع عمال بيسب فوق، والدنيا كانت فعلا الاجواء شكلها حلو فشخ. وماتش ان شاء الله باذن الله يبقى حلو فشخ، وان شاء الله نكسب باذن الله. وبغض النظر عن اللعب بقى، عشان انا مش ما عنديش امل، الامل الوحيد ان ماكاليلي ده ان هو مدرب شباب بس، فهو اذا كان بيتعامل معاهم بهذه العشوائيه فدي مشكله، انما هو مدرب شباب، هو موضوع لسه يعني. مثلا لما بيقرر يغير شكل الفرقه او يهاجم او يدافع، يعني يتحول من اداء لاداء، لازم يغير لعيبه. يعني هم اللعيبه في الملعب دي ما بتعرفش تعمل الاثنين. يعني في اخر ماتش الجابون مثلا، الشوط الاول الشوط الثاني زي الاول زي الخرا، وبيلعب بثلاثه رقم 8 محمود صابر والواد جهاد قدام حسن كوكا، فالدنيا متلعبكه خالص. فراح مطلعهم بقى ونزل ميسي، وراح مرجع الواد قطه باك يمين، وعمل شقلبه كده في الدفاع. لما عمل التغييرات، غير 3 تغييرات، شكل الفرقه اتغير. ما عندوش بقى الحته دي، او العيال ما عندهاش الحته دي، وما بيعرفوش يعملوها، الله اعلم يعني. بس املين المنتخب يبقى كويس ان شاء الله في البطوله، ويكسر الدنيا بقيه المنتخب، ماتش النهائي ان شاء الله، والدنيا تظبط معاه وكل حاجه تبقى زي الفل.
بس كده، ارد على التليفون وارجع اتكلم معاكم في موضوع تاني.